هاد التصويره هذه اليوم حطتها واحد القناه اسرائيليه اللي كانت كتهضر على الاحداث ديال كاس افريقيا، وفي نفس الوقت حطات الخريطه ديال المغرب مقسومه. صحيح غلطات، هذا غلط، ولكن هذه الصوره انتشرت بشكل واسع فين؟ في القنوات الرسميه والغير رسميه ديال كراغيله، وانتشرت حتى في القنوات الخاصه ديال الطوابريه. يعني سبحان الله العظيم، فاش اسرائيل حطات الخريطه مقسومه ما فيهاش الصحراء، عاد وليتوا وطنيين، عاد وليتوا كتبغيو المغرب، ووليتوا راه حطها بلا الصحراء المغربيه وانتم كتدعموا اسرائيل وها هي حاطه الخريطه مبتوره، عاد وليتوا وطنيين، عاد وطنيين. نقول لكم واحد الحاجه، فلسطين اللي كتدعموها نتوما حتى هي كتقسم الخريطه، وحركه حماس الكبابيه حتى هي كتدعم وكتدرب الجيش ديال البوليزاريو، معترفين بالبوليزاريو، وفلسطين معترفه بالبوليزاريو. يعني ما تجيش تنبح عليا وتبين راسك وطني فقط لان اسرائيل حطت الخريطه مقسومه. ما تنساش ان حتى فلسطين حتى هي حاطه الخريطه مقسومه. وحنا فاش كنهضروا ولا كنهضر على راسي كنهضر على الوحده الترابيه ديال بلادي، اللي كيحترمني الوحده الترابيه ديال بلادي اوبليجي عليا نحترمها، واللي ما كيحترمهاش بيان سيغ ما غنحترموش، وبالتالي ما غنحترم لا فلسطين وما غنحترمش حتى اسرائيل. وعلى الاقل هذا المول القناه الاسرائيلي خرج باعتذار، قال لهم كنعتذر لان القناه راها خاصه ديال